هل تعلم أن أول رائد فضاء هبط على سطح القمر هو نيل أرمسترونغ؟ وذلك خلال المهمة الفضائية أبولو 11 في يوليو 1969. نيل أرمسترونغ أصبح أول إنسان يخطو قدمه على سطح القمر، وقال الجملة الشهيرة: هذه خطوة صغيرة للإنسان وقفزة كبيرة للبشرية. مهمة أبولو 11 التي شارك فيها نيل أرمسترونغ كانت أول مهمة تستهدف الهبوط على سطح القمر، ولكنها ليست الوحيدة، فبعدها تمت عدة مهمات فضائية أخرى للهبوط على سطح القمر. ولد نيل أرمسترونغ في 5 أغسطس 1930 في الولايات المتحدة. وكبر شغف أرمسترونغ بالطيران عندما شارك في أول رحلة له مع والده على متن طائرة فورد ثلاثية المحركات بينما كان في 6 من عمره. وكان نيل نشيطا في الكشافة الأمريكية وحصل على رتبة نسر الكشفية، وهي أعلى رتبة يمكن بلوغها. أصبح طيارا مرخصا في عيد ميلاده 1/6، وبعدها بعام بات طالبا في سلاح الجو البحري عام 1947 بعد التحاقه بجامعة بوردو بمنحة دراسية للبحرية الأمريكية بهدف الحصول على درجة علمية في هندسة الطيران. أكمل أرمسترونغ دراسته الجامعية بحصوله على درجة بكالوريوس العلوم في هندسة الطيران عام 1955، وأصبح على الفور طيارا مدنيا باحثا للجنة الاستشارية الوطنية للملاحة الجوية. خلال مسيرته الطويلة في الطيران، يشمل سجل أرمسترونغ أكثر من 200 طلعة مختلفة لأكثر من 1100 ساعة، من الطائرات الشراعية إلى المروحيات إلى الطائرات النفاثة. واختبر العديد من المقاتلات الأسرع من الصوت، وكذلك الطائرة الصاروخية أوكسو 15 التي يمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 4000 ميل في الساعة. في عام 1962 انتقل أرمسترونغ مع عائلته إلى هي ولاية تكساس، وانضم إلى برنامج رواد الفضاء التابع لوكالة ناسا مع المجموعة الثانية لرواد الفضاء. شكرا لمتابعتكم.